ولا شك يا إخوة أن كل عاقل يدرك أن نصيحة الابن ليست كنصيحة الأب. لو كان أبوك يفعل منكرا معينا وابنك يفعل نفس المنكر، لو كان أبوك يشرب الدخان وابنك يشرب الدخان، كل عاقل يدرك أنك عندما تنصح ابنك تنصحه بأسلوب لا تنصح به أباك. ولو نصحت أباك كما تنصح ابنك لتنادى العقلاء بالإنكار عليك. فكيف لا يراعى مقام ولي الأمر في النصيحة؟ بل الواجب شرعا أن تخفى النصيحة ولا تبدى علانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. يا إخوة، الذي ينصح لله يهمه شرع الله، ولذلك إذا أراد أن ينصح لذي سلطان فإنه لا يبدي ذلك علانية، لا يعلنه في خطب الجمعة ولا يعلنه على المنابر ولا يعلنه في الصحف ولا يعلنه اليوم في المواقع الإنترنت، وإنما ينصح لولي الأمر خفية، فإن قبل منه ولي الأمر فذاك وإن لم يقبل منه فقد أدى الذي عليه. ولذلك يقول أحد علمائنا كلمة أكررها كثيرا والله تكتب بماء العين، وهذا طبعا ماء العين أغلى من الذهب. يقول: نحن إذا كنا عند ولي الأمر كنا للعامة، وإذا كنا عند العامة كنا لولي الأمر. الله أكبر. يقول: إذا دخلنا في المجلس عند ولي الأمر، مجالس العلماء مع ولي الأمر، كنا للعامة، ناصحناه وبينا له ووعظناه وبينا أحوال الناس، فنجتهد في النصح. فإذا كنا عند العامة كنا لولي الأمر. ما قالوا نحن والله ننصح له لكن ما يسمع لنا، لأنهم ينصحون لله، لكن يأمرون بالسمع والطاعة ويقولون الحمد لله الخير كثير والله يعينه على تلافي الأخطاء ونسأل الله أن يهيئ له بطانة صالحة ونحو ذلك، لأنهم إنما ينصحون لله عز وجل، بخلاف غير أهل السنة والجماعة. ربما إذا دخل على ولي الأمر لم يبدي له كلمة، وإذا خرج أصبح ينادي بأعلى صوته، يندد ويقدح. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف. STATV Media Syiar Islam.